في زمن ما قبل التاريخ، لما ما كانش فيه لا مدارس ولا لغات مكتوبة، كان الإنسان بيعبر عن نفسه بالرسم، لكن مش أي رسم. في فرنسا تحت أعماق الأرض في كهف بيروي قصة الإنسان الأول بريشة حجر وعلى جدار صامت. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جدة ملك، والنهاردة هنحكي حكاية غريبة. في سنة 1940 4 شباب فرنسيين وكلابهم كانوا بيلعبوا في الغابة، وفجأة كلب اختفى في حفرة، ولما نزلوا يدوروا عليه اكتشفوا كهف مظلم، وما كانوش يعرفوا انهم على وشك يلاقوا واحد من اعظم كنوز البشرية. الكهف اسمه لاسكو، وبيحتوي على اكتر من 600 رسمة لحيوانات زي الخيول والغزلان والثيران. الرسومات دي مرسومة بدقة وبتفاصيل مبهرة، وعمرها بيزيد عن 17,000 سنة. العلماء قالوا ان دي مش مجرد رسومات، دي كانت وسيلة تواصل او طقوس دينية للإنسان البدائي. لكن بعد سنين من زيارات الناس بدأت الرسومات دي تتلف بسبب الرطوبة والميكروبات، فاتقفل الكهف سنة 1963 واتعمل له نسخة طبق الأصل للزوار. ولو وصلتوا معايا لحد هنا، فضل وليس أمر، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ودوسوا لايك وكومنت جميل منكم في الصلاة على الحبيب. وعايزة اقول لكم، حتى من آلاف السنين الإنسان كان بيحاول يسيب بصمته ويعبر عن مشاعره ويوثق حياته، يحكي قصته. ومهما تقدمنا بنرجع نتعلم من اللي قبلنا ونندهش من إبداعهم رغم بساطة أدواتهم. وفي النهاية، كهف لاسكو مش بس حيطان مرسومة، ده كتاب مفتوح من العصر الحجري بيحكي عنا من قبل ما نكتب. كانت معاكم جدة ملك، وسلام يا حبايبي.